اهلا وسهلا بك. اهلا استاذ. اهلا وسهلا. دكتور ابراهيم، التصريحات المره دي اثارت، او الحوار اللي حضرتك اجريته مع عربي 21 اثار الكثير من الجدل الكبير. البعض رآه مقدمه او بتفاجئوا بمصالحه تم التخطيط ليها، البعض تخوف انه لما تم الحديث عن تنازلات. اعتقد ان الموضوع يحتاج لإلقاء الضوء من حضرتك بصوره اكبر يا دكتور. طب يا سيدي، بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك وللمستمعين الكرام. يا سيدي الكريم، لا تحدث مصالحة ولم ننوي هذه المصالحة ولم نتقدم بمصالحة، إنما وحتى مسألة التنازلات ليست هناك تنازلات، إنما أستاذ معتز الله يكرمك، اتفضل. أقول إن نحن أمام ثورة وأمام انقلاب عسكري. وتاريخ الثورات، معظم تاريخ الثورات والانقلابات العسكرية بتنتهي معظمها، أقول معظمها بتنتهي بنهاية إما انقلاب عسكري مضاد أو ثورة داخلية تفرض نفسها بعد عناء طويل أو قصير، ويحدث يهرب الدكتاتور أو الطاغية الموجود، أو يهرب الانقلاب العسكري، أو تستمر الأمور فترة فتتأزم الأمور ويلجأ هذا الانقلاب أو هذا الطاغية الموجود أو أصحاب، لو كان احتلال أجنبي، يلجأ إلى محاورة، إلى حوار وإلى مفاوضات. وأحيانا تكون هناك تنازلات، سواء تنازلات من جانب هذا النظام أو تنازلات من جانب الثوار أو من جانب أهل الثورة. هذه هي الحقيقة التاريخية. وعندما نقول هذا الكلام ونحن أمام الآن انقلاب عسكري في مصر صاروا الآن 3 سنوات، ومدعوم دوليا ومدعوم ماليا، وأصبح والناس في الداخل والأعوانهم في الخارج اللي احنا جماعة المسلمين الآن أمام هذا الموضوع. إما أنا أقول بلا تخوين ولا تهويل، أولا ليس جماعة الإخوان المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى لم تمد يدها بالمصالحة لأي حاكم عسكري على الإطلاق. حتى الحاكم العسكري المدني إبراهيم عبد الهادي اللي اغتيل الإمام الشهيد حتى في عهده، وترك الأمر لله سبحانه وتعالى، ثم للإجراءات أو يعني حركة الشعوب المستمرة الموجودة. أنا أقول هذا الكلام، عندما نقول هذا الكلام لابد أن نعيش الحياة بواقعها. وكل مرة أعرف بين كل كلمة وكلمة أؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين لم تفرط ولم تمد يدها إلى مصالحة. إنما مثل هذه الأمور نحن نقول لبعض الناس الذين يأتون إلينا وتحدثون عن أنه البلد بتضيع وأنه لابد أن تكون هناك خطوة، السيسي مدعوم، المال بيأتيه، إذا انقطع النفط من جهة سيأتيه من الجهات الأخرى. بنقول لهم نحن لن نمد يدنا بالمصالحة لهذا النظام. هذا النظام انقلب على شرعية، لابد من عودة هذه الشرعية. إذا كان عندكم من حلول اتفضلوا قولوها. طيب، بدون قطع تسلسل كلامك يا دكتور إبراهيم، بدون قطع تسلسل كلماتك، ولكنك وصفت الذين ساعدوا الانقلاب نصا في حوار حضرتك أنه من تآمر معهم وبهم في إيصال مصر لهذه الحالة التي هي عليها الآن هو صاحب الكلمة الأخيرة وربما الوحيدة في شأن هذا البلد. السؤال اللي بيفرض نفسه، إذا كان صاحب الكلمة الوحيدة أو الأخيرة في شأن البلد جه وقال لحضرتك كجماعة تعالوا نتصالح مع السيسي، بما أنك وصفته بأنه صاحب الكلمة الوحيدة والأخيرة، ما مدى قابليتكم لهذا السؤال؟ سامحني أنا محتاج أسأل السؤال بأكثر من صورة عشان الناس تكون مستوثقة من الرد. سنقول له فليعرض ما لديه على الملأ وأمام كل الناس هذه المعاناة التي تمت، وعلى كل الناس، على أفقر أسرة في مصر وعلى أكثر أسرة تم تضحياتها في مصر. لا يمكن أغفل بمثل هذا الأمور. الأبطال الموجودين داخل السجون وخارج الأسوار ولا يسمع رأيهم في هذا الأمر. الرئيس الشرعي محمد مرسي، الأبطال الموجودين من أصغر أخ إلى أكبر أحد سنا أنا أقول وليس مقاما،
مع يعني كل ما هؤلاء الناس لابد ان تكون رؤيه، ولا يمكن ان نجري ان تقبل جماعه الاخوان المسلمين نفسها ان يجري حوار سري بينها وبين اي مخلوق في الدنيا، سواء كان هيئه او شخص خاص بالعمل المصري، ولا هذا غير مقبول. يعلن هذا الكلام على الملأ والكل يشارك فيه، ولا نقبل ولم تقبل على الاخوان جماعه نفسها، الاخوان جماعه المسلمين ان تدخل هذا المدخل على الاطلاق. الكل يشارك فيه بمعنى ايه؟ معلش وضح لي يا دكتور ابراهيم، كيف يشارك الكل في هذا الموضوع؟ يا سيدي الكريم، هذا الامر لا ياتي سرا. امامنا شخصيات معتبره موجوده على الساحه نعتبرها رموز للعمل الوطني ورموز العمل الثوري. معنا هيئات وجمعيات واحزاب، وهذا الكلام لابد ان يشارك فيه، ولا يمكن ان ينفرد بها فصيل واحد، لا جماعه الاخوان المسلمين ولا غيرها.